بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مقاصد الذكر الحكيم. ما زلنا نحن وإياكم في سورة آل عمران. هذه هي الليلة 23 من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1447. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدارس جبريل القرآن الكريم كل عام، وفي العام الذي توفي فيه دارسه مرتين. ونحن ندارس القرآن الكريم ونتدبره من أجل أن نفهمه ونعمل به وندعو إليه ونصبر على الأذى فيه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تحدثنا عن قضايا كثيرة في سورة آل عمران، ووصلنا عند مصير الشهداء في معرض الحديث عن غزوة أحد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. غزوة أحد حصل فيها ابتلاء كبير لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قتل فيها 70 شهيدا، على رأسهم حمزة بن عبد المطلب. وأصاب الصحابة حزن شديد، وعادوا إلى المدينة المنورة جرحى وقلوب حزينة. نزلت هذه الآيات: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، من أجل أن ترفع معنوياتهم. وأخبرتهم عن مصير الشهداء. بينا ذلك كله في حديث ماتع مع الدكتور حسن سلمان. اسمكم جميعا أكرر الترحيب به أيضا في هذه الحلقة. فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، حياك الله وأهلا بالمشاهدين. سنتجاوز فيما يتعلق بأوضاع الشهداء، وندخل إلى ما يتعلق به تخويف المنافقين دائما وأبدا للمؤمنين منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذه القضية مهمة أشار إليها القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. تعليقكم حول هذه الآيات وربطكم بها في واقعنا الحاصل والحاضر في تخويف الناس من أذى أمريكا وقوتها، وأذى المنافقين وقوتهم، واحتمالية تحزب الأحزاب ضد الإسلام والمسلمين، وتكرار أن الأمة ضعيفة لا تقوى على نصرهم، لا تقوى على مواجهتهم. حول هذا ماذا تقولون؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الآيات تحدثت عن نفس فكرة السورة، وهي قضية الثبات على النهج وتحذير كذلك المؤمنين من الأعداء، سواء كانوا أعداء الداخل اللي هم المنافقين أو أعداء الخارج اللي هم أهل الكتاب. وستظل حقيقة تتكرر معنا هذه الآيات، تارة حديث عن اليهود والنصارى، تارة حديث عن المنافقين. كل ذلك يرسخ فكرة مهمة جدا، وهو أن هذا الدين فيه تبعات وفيه ابتلاء وفيه تمحيص وفيه جراحات وفيه آلام، ولذلك تؤكد حقيقة هذه الآيات هذا المعنى. ولكن تريد أن تقول بأن ظاهرة النفاق ستبقى ظاهرة على كل متواجدة ما بقي الإسلام،
وتتجلى في أبهى في أكثر صورة لها في النواحي السلوكية، خاصة عندما تكون هنالك يكون هنالك جهاد وتكون هنالك معارك وابتلاء وتمحيص، فإن النفاق هنا يظهر بصورة أكبر. ولا يقولون لك بأنه والله يا أخي نحن لا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسول، لا يقولون لك ذلك، ولكنهم يحاولوا أن يضعفوا الأثر الإيماني على النفس البشرية. يعني الإيمان يحضك على التضحية، الإيمان يحضك على الثبات، الإيمان يحضك على مجاهدة الكافرين، الإيمان يحضك على أنك تستقوي بالله سبحانه وتعالى، يعني أنت ضعيف بنفسك قوي بالله سبحانه وتعالى. لكن النفاق ظاهرة معاكسة تماما للظاهرة الإيمانية، وبالتالي هم لا ينظرون إلى المعاني التي ينظر بها المؤمن، لا ينظر إلى قضية أن الله ناصر المؤمنين، لا ينظر إلى أن الله قوي يعز جنده، ولا ينظر إلى أن لله جنود السماوات والأرض، لا. فهو يحاول دائما يتلمس النقاط التي لها علاقة بما يمكن أن يضعف النفوس. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يخبر المؤمنين وبقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء يجب أن لا يؤثرون في نفسياتكم ولا يؤثرون في معنوياتكم. فهم يتحدثون عن كثرة الكافرين، وهم يتحدثون عن الظاهرة الإعلامية اليوم. مثلا لو أردنا أن نتكلم عن الإعلام المعادي، الإعلام المخزل، الإعلام الإبراهيمي الذي يحاول الآن أن يتبنى مثلا فكرة الإبراهيمية، هذه الفكرة الديانة المبتكرة حديثا، كل هؤلاء تجد أنهم لا يصطفون مع الأمة في معركة من معارك، إنما هم دوما في الخندق المقابل. هم دائما الكفار يأتون بجيوشهم، وهؤلاء يمهدون بإعلامهم، هؤلاء يتعاطفون معهم، يفرحون بانتصاراتهم على المسلمين، ويكتئبون وتحصل لهم انتكاسات إذا رأوا أن أهل الإسلام صبروا أو ثبتوا هذا ما نلاحظه على كل. ولذلك سبحان الله الآيات تعالج هذا الموضوع، تعالج بأن الله يجب أن لا يغتر المسلم بكثرة الكافرين، لأن القضية ليست كثرة وقلة، فكم من قلة غلبت كثرة، وكم من كثرة هزمت وانكسرت. بعيدا حتى عن التاريخ القديم، نحن اليوم نرى أشياء أمامنا، نرى كثير من الحيثيات في أمة الإسلام. رأينا كيف أن القوى الكبرى كسرت على ضعاف أمة ضعيفة جدا، كيف أن مثلا في خلال 100 سنة الماضية كيف أن 3 إمبراطوريات كبيرة تحطمت على أسوار أفغانستان. هزمت الإمبراطورية البريطانية، هزمت الإمبراطورية السوفيتية، هزمت الإمبراطورية الأمريكية ومعها حلف الناتو. وهكذا يثبت الله سبحانه وتعالى بأن القضية ليست قضية كثرة وقلة، ولكن لا بد الإنسان أن يستند في ذلك إلى حسبنا الله ونعم الوكيل. يا سلام. هذا هو المبدأ الذي يدور فيه، أنه يعني يكل أمره إلى الله، يتكئ على الله، يعني يرجو النصر من الله سبحانه وتعالى، وبالتالي إن شاء الله لن يضرنا شيئا مما يفعلون. في آية 159 ربنا عز وجل قال، أو 160: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا قال وخافوني إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما الذي تفهمه من هذا يا شيخ حسن؟ نعم، هو الإنسان سبحان الله يعني هنا فيها علاج لظاهرة الخوف. كل ما يمكن أن نتحدث عنه، أنت عندما يقال لك العدو كثير، أسلحته كذا، قد يدب فيك الخوف. الله سبحانه وتعالى يعالج النفس البشرية بأنه والله هنالك عذاب أبدي وهنالك نعيم أبدي، فيقول لك والله يا أخي هذه الحالة حالة مؤقتة، يعني الذي يقبل فيها على الله ويقاتل أعداء الله حالة استشهاده كما جاءت في بعض النصوص كقرصة نملة. اللحظة التي يتعرض فيها إلى الموت أو الاستشهاد هي لحظة بسيطة جدا، ولكنه ينتقل مباشرة إلى حالة إيه؟ حالة ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. جميل. فينتقل إلى حياة أخرى. ولذلك يعالج الله سبحانه وتعالى هذه الظاهرة، وأن نعزز في قلوبنا الخوف من الله وليس الخوف من الكافر. جميل. وكلما عظم خوفك من الله هان أو ضعف عندك الخوف من الآخرين. وكلما عظمت في قلبك الكافرين والعياذ بالله ضعف عندك الخوف من الله والخشية من الله. نعم. أنا كنت أريد أن يعني أرمي فيما يتعلق بالنصر. إذا كان هناك يقول إن ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم. وقال في موضع آخر وما النصر إلا من عند الله. نعم.
فإذا كان النصر من عند الله والخذلان أيضا قد يكون عقوبة من الله، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فعلى ما الخوف إذا من الكافرين الذي يستحق يعني الذي ينبغي أن تخشى منه أيوة وتخافه هو الله. هو الله. تخشى إذا لم تطعه، أيوة، وتخشى إن عصيته. نعم، هي كده. يعني الخوف الحقيقي أن ينصفي هذا. لماذا؟ لأن قل هو من عند أنفسكم. نعم. ولأنه أيضا هو الذي يملك النصر. نعم. وهو الذي يعاقب بالهزيمة. عن هذا البعد حقيقة أعتقد كثير من حكام المسلمين وكثير من القادة يغفلون عنه. يظنون أن النصر مع القوة وأن النصر مع العتاد. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هم يخشون الدوائر. نعم. أن تدور عليهم الدوائر، وخصوصا الكفر له سطوته. لما تقوم الإدارة الأمريكية وتختطف رئيس دولة، شوف هذه الرسالة هي ظاهرها أن والله الآن خلاص كل الرؤساء يجب أن يتوقعوا. لكن تصور لو واحد قال والله حياتي بيد الله، موتي بيد الله، أنا فقط أقف حيث أمر الله، وإن قتلت فأنا شهيد، وأنا شهيد، ما في إشكال. هذه القضية التي فترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. أمر من عنده دي أشياء كثيرة جدا ربما خلاف الفتح. إذن الذي يستحق أن نخشاه وأن نخاف منه هو الله سبحانه وتعالى. نعم. الذي بيده النصر والهزيمة. نعم. هنا آية غريبة في وجهة نظري الضعيف وجودها هنا، يعني ما سببه ولماذا ذكر في هذا المكان؟ قال سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسوله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. هذا كلام جاء بعد عرض الكلام عن يعني الكافرين وعن الذين وعن ظاهرة النفاق نعم. اشتروا الكفر بالإيمان ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا، كل كلام عن الكفار. نعم. هنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هنا سبحان الله قانون الابتلاء هو قانون أساسي. قانون الابتلاء بين الكفار والمسلمين أساسي. أن والله لا بد أن يظهر أهل الإيمان ويظهر أهل النفاق كما جاء في الأحاديث: فسطاط أهل الإيمان وفسطاط أهل النفاق. نعم. هنالك أيضا حالة داخل الصف المسلم اللي هي ظاهرة النفاق لا يعرفها كثير من الناس، وهذا الغبش وهذا الذي يؤدي إلى تغير لون الظاهرة الإسلامية في نصاعتها وفي بياضها وفي استقامتها. ما كان الله سبحانه وتعالى أن يذر الناس على هذه الحالة. لا بد أن يحصل التمايز بين أهل الإيمان الحقيقي وأهل النفاق المندس. لكن هنا سماهم مؤمنين، قال ما كان الله ليذر المؤمنين، أي في الظاهر يعني ظاهريتها الطائفة المؤمنة في حالتها الكلية. نعم. وهم الآن ضمن هذه الحالة. نعم. آية ما يذرهم الله. ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. نعم. هذه وارتبتم. فما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني مسألة الغيب هذه لا أحد يعلم، لا أحد بعد أن يشهد الإنسان الشهادتين لا تستطيع أن تقول له والله أنت مؤمن أو. وهذه لعلها رحمة من الله أيضا لستر المنافقين، فهي نعم. فرصة ليتوبوا، فرصة للتوبة، وإلا لو فضحهم في كل مكان وفي نعم. كل زمان لكان صعبا. نعم صحيح. ولكن الله سبحانه وتعالى يجتبي من رسله ما يشاء. هنا طبعا الله سبحانه وتعالى يطلع رسوله ويطلع أنبياءه ببعض قضايا الغيب عن طريق الوحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كثير من هؤلاء المنافقين بأسمائهم، وبعضهم كان يعرفهم بما لا تعرفنهم في لحن القول. نعم. جميل. إذن الآية تقصد المنافقين وتقصد نعم. المؤمنين من خلال الابتلاء وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم. هنا قال عاد إلى أهل الكتاب فقال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، هؤلاء يهود.
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. لماذا عاد مرة أخرى يتحدث عن أهل الكتاب وخصوصا اليهود بعد أن تكلم عنهم سابقا وفضحهم وبرأ إبراهيم منهم ومن أهل الكتاب؟ لماذا؟ لو تلاحظ الآية اللي قبلها، آية قبل إن الله فقير ونحن أغنياء، يتحدث عن قضية الإنفاق والتحذير عن البخل، فيها هذا الجانب. فالله سبحانه وتعالى بعد أن أمر المؤمنين بأن يجاهدوا وأمر كذا، دخل إلى مسألة إن والله هذا الجهاد يتطلب المال ويتطلب الإنفاق، كان في البداية في حض على القتال بالأنفس. الآيات السابقة جاءت هذه الآية اللي قبل قد سمع الله لتتحدث عن وجوب الإنفاق بالمال، وأن الذين يبخلون نعم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. أيوة. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ضمن هذا السياق لما أصلا الله تبارك وتعالى يقول للناس أنفقوا جاهدوا تصدقوا كذا، اليهود الذين كانوا في المدينة كأنما الله سبحانه وتعالى فقير. لاحظ، قالوا هذا الكلام والعياذ بالله. وكان ذلك بحضرة بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت هنا مشادة، فأنزل الله تبارك وتعالى ما يقولونه، يعني الله تبارك وتعالى ما يقول تصدقوا أنفقوا جاهدوا، ليس لأن الله فقير ولا لأن الله بحاجة، ولو شاء الله لانتصر منهم. صحيح. ولكن هذه فكرة الابتلاء هذه مش واضحة عندهم، ولذلك هنا قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهي حديث عن بعد الأمر بالإنفاق وعدم البخل وخطورة هذا الموضوع، أيضا ساق مباشرة معها مقولة اليهود الذين قالوا بأن الله فقير، وكأنما الله سبحانه وتعالى عندما يقول أنفقوا هو ليس عنده ما ينفق أو خزائنه فارقة فمحتاج إلى أموال المؤمنين. فكانت رد شبهة اليهود على بالنسبة للصحابة. وهنا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، كأنما فيه تحذير المؤمنين أن يتشبهوا باليهود. نعم. الذين لا ينفقون في سبيل الله يقبضون ويبخلون ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. نعم. فلا تكونوا مثلهم. لكن سبحان الله هنا في نقطة مهمة جدا، كأنما ظاهرة البخل مرتبطة بتصور خاطئ عن المال، مرتبطة بتصور خاطئ عن الإنفاق. المؤمن يتصور أولا أنه مستخلف في المال، ويتصور أن الله يعوضه نعم. هذا لاحظ الخلل في هذا التصور أدى إلى الإمساك. أولئك اليهود ذهبوا بعيدا قالوا إن الله فقير. لاحظت؟ إن الله فقير. المؤمنين قد لا يقول واحد كثير منا لا يقول إن الله فقير، صحيح، لكن هو يبخل بما آتاه الله سبحانه وتعالى. نعم. فليحذر المسلم الذي يبخل بما آتاه الله أن يكون هذا المال يوم القيامة محل تطويق له، مثل الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. نعم. في سورة البقرة كأننا مررنا على وأنفقوا في سبيل الله نعم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نزلت في منع بعض الصحابة أرادوا أن يحجموا قليلا. نعم. فجاءت هذه ولا تلقوا بأيديكم إلى الصحابة يربون على قمة العطاء، العطاء الله. المالي والعطاء بالجسد والعطاء بالجاه، والمؤمن سبحان الله معطاء. نعم. متى ما رأيت أن أنت والله فيك صفة البخل أو فيك صفة الشح، تأكد أنه حالة مرضية. وأنت بحاجة إلى تطهر، والتطهر يتم بالإنفاق. نعم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله ومنكم من يبخل. نعم. ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني ما أنتم. وهنا قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ما وجه الشر؟ وجه الشر في أنك أولا منعت حق الله سبحانه وتعالى وهو صاحب،
أن المال ليس مالك، هو قال لك والله هذا المال أنت مؤتمن عليه، أنت مستخلف، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي أمددتك، أنا كذا. طيب عندما أنا أكلفك بأنه والله تعطي من هذا المال نسبة كذا، أو تصدق من هذا المال، أو أنفق من هذا المال، وأنت لم تقم بذلك، فإن ذلك شر. طيب هنا رب العالمين قرن بين ما قالوه بزورا وبهتانا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. قال سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. ما وجه المقارنة؟ هم طبعا أثار أهل التفسير إنه ليش والله هنا قال وقتلهم، مع أن هؤلاء ما قتلوا المجموعة هذه، ما قتلت النبي لأن عاشت في عهد النبي وما قتلته. لاحظت؟ أخذوا بجريرة غيرهم؟ لا، أخذوا بالرضا، يعني مع أن هذا الأمر سابق ما فعلوا ولكن هؤلاء ليسوا مستنكرين ولا يرون في ذلك جريمة. فأن يقتل، أن يتصور مثلا، أن يتصور اليهود بأنهم قتلوا عيسى عليه السلام، وكثير من اليهود لا يرون هنالك مشكلة في هذا القتل، فإن هذه داخل كأنما الشخص رضي بما حصل فدخلوا في هذا فأنت عن طريق المنهاج، أنت محسوب في هذا المنهاج وفي هذا السبيل الذي رضي قتل الأنبياء ولم يعترض عليه. جميل. سننتقل الآن إلى قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نعم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني هنا ذكر للموت وأنه سيمر على الجميع، الكافر والمؤمن، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس. ذكر بعدها لتبلون في أموالكم وأنفسكم. أولا، ما الرابط بين الآيتين؟ ثانيا، ما وجه هنا الابتلاء؟ لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هل هي هذه نفس سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين؟ وهنا في زيادة ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أهل الكتابين طبعا، من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. أذى كثيرا. ما وجه هذا الأذى ومن هم؟ وكما تفضلت، موضوع الموت سبحان الله هو منتهى كل مكلف على وجه هذه البسيطة. كل نفس ذائقة الموت، فكل نفس منفوسة هي في النهاية إلى، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. يعني كل العقلاء اليوم يتفقون على أن الحقيقة الكبرى التي لا نزاع فيها أننا جميعا إلى الله صائرون، يعني أننا جميعا سنموت وننتقل، لكن يبقى بعد ذلك اختلاف الناس حول ما بعد الموت. لا خلاف حول الموت، ولكن قد يكون خلاف حول ما بعد الموت. فالمؤمنون يرون أن ما بعد الموت حياة جديدة، والكافرون ربما يرون هذه نهاية المسألة. لكن كلنا نقر بأن الموت حقيقة، كلنا نقر بأن منتهى البشرية هو الموت، كلنا نقر بأنه سننتهي. هذه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون، هو هذا الفرق، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نحن بالنسبة لنا نرى أن ما بعد الموت هو المسؤولية التي كلفت بها في هذه الحياة، فإن أحسنت فلك الإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، وإن أسأت فلك أيضا لك الإساءة عدلا من الله سبحانه وتعالى. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جميل. هذه سبحان الله في القرآن الكريم تسمى الفوز المبين. مجرد أن أنت نجوت من النار ولو لم تدخل الجنة، إذا دخلت الجنة يسمى الفوز الكبير. فتجد سبحان الله في السياقات الثلاث: الفوز المبين والفوز الكبير والفوز العظيم. فالآية الأنعام فيها الحديث عن أنه من نجا من النار خرج منها فإن ذلك يعد فوزا فوزا مبينا. جميل. فإذا انتقلت من دائرة النجاة من النار إلى الدخول في الجنة، مجرد الدخول ولو على أطرافها كما يقولون، فأنت فزت فوزا
كبيرة. الانتقال في الدرجات والرحمات والأنهار والتفاصيل هذه فهو فوز عظيم. فهو الفوز العظيم، إشارة لدرجات الجنة، إشارة إلى درجات الجنة. وهذه دقة القرآن الكريم الله. سبحان الله. قال هناك مثلا قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ذلك الفوز المبين. سبحان الله. آية الفوز الكبير جاءت في سورة البروج، هي مجرد أن الإنسان يدخل الجنة، فذلك الفوز. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز الكبير. وهي الوحيدة في القرآن، فيها الوحيدة في القرآن، الفوز الكبير الوحيدة في القرآن سورة البروج. نعم. الباقي طبعا معظمه أو الباقي الفوز العظيم. الفوز العظيم فيها التفاصيل بما فيها الرضوان، الآيات التي فيها الرضوان من الله زيادة عن قضية. سبحان هنا الله. أيوة. قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يعني لا بد المسلم وهو في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى أن يدرك أنه في ساحة اختبار وساحة امتحان، وأن هذه الحياة زائلة، وأنها متاع محدود، وأن الجنة أو النار هي المأوى، هي المسار الذي ستنتهي إليه الحالة. لذلك بعدها مباشرة ربط حالة الموت بأنه يجب أن تتصور أنه هذه الحياة التي ستعيشها أيضا لن تعيشها حياة وردية، ليست هي كلها ما شاء الله يعني مضحكات ومسرات، لا، فيها وفيها، ويوم علينا ويوم لنا، يوم هزيمة ويوم انتصار. يعني كأنه يقول كل نفس ذائقة الموت. نعم. نفس مؤمنة ونفس كافرة. نعم. معرضة. فإذا أنت أيها الإنسان آمنت بالله، نعم، وعلمت أنك ستموت فعملت بالعمل الصالح، لا تظن أن بمجرد إيمانك ألف لام ميم وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تهيئ نفسك. تهيئ نفسك، يعني أنت أدركت أنك إلى الموت. طيب ما دام أنت مدرك أنك إلى الموت لكن ستعمل، فهذا من المحفزات الكبيرة جدا إن أنا مقبل على الله. طيب إيش طبيعة الحياة التي أنا فيها؟ بعض الناس يتصور بمجرد أن آمن تتغير الحياة كلها إلى إيه؟ أشياء مفرحة وأشياء طيبة. لا، مع أن الله سبحانه وتعالى رحمة منه وفضل من الله سبحانه وتعالى المعكرات قليلة، يعني حالات الاختبار التي نتكلم عنها والنعم كثيرة. نعم، الله المستعان. لكن هنا قسم ولتبلون في أموالكم وأنفسكم، زي هناك ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص. نعم. وفي بداية السورة أيضا ذكر الابتلاء بالشهوات. قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، فهذه أموال والشهوات ابتلاء. لكن هنا الفعل أيضا مبني للمجهول، لا تبلون. لا تبلون، لأنه كأنه فيه أدب مع الله عز وجل. نعم. جميل. ولا تسمعن من الذين. هنا سبحان الله، أليست الآن الآيات اللي قبل فيها أذى عندما يقول لك الله فقير؟ بلى. أليس عندما يقول لك الله ثالث ثلاثة؟ والله هذه الآيات لولا أنها يعني كتبت في القرآن الكريم ما قرأناها. نعم. صعب أن تقرأها وهي تعني الله عز وجل. شوف سبحان الله، يعني الله تبارك وتعالى في سبيل معالجة هذه النفوس وعللها وأمراضها وأسقامها يورد لك كل هذه، يورد مقولاتهم، يقول هؤلاء يقولون كذا. يعني سوء الأدب مع الله عز وجل أن يصفونه بأن الله فقير. قالوا فوصف الله تبارك ما يجري لنا من سماع كفرهم. وقالوا أيضا يد الله مغلولة. قالوا يد الله مغلولة. قالوا إن الله فقير. قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قالوا نسبوا له الولد، نسبوا له الصاحبة. إذن كل هذه مما يؤذي المؤمنين. والذي سبحان الله يتصور يعني يسمع كل ذلك ولا يتأذى منه، بل يقترب من هؤلاء ويتحالف معهم ويحارب أهل الإيمان ويرى أن قضية الولاء والبراء هذه بالنسبة له يعني قضية، لا، ويدعوهم إلى الإفطار، موائد الإفطار. نعم. في رمضان اليوم. نعم. أصبحت هذه الظاهرة غريبة بحكم التعايش السلمي. نعم. يدعون القساوسة الذين يقولون في الله عز وجل أنه هو ثالث ثلاثة، يدعونهم في الإفطار. ما أدري هذه كيف قبلت عند هؤلاء. نعم. الله. فهذا مما قال وإن تصبروا وتتقوا. لاحظ هذا المعنى يتكرر معنا أيضا. نعم. إن لحظات الابتلاء، لحظات المجاهدة تتطلب الثبات على أمرين: الثبات على التقوى والثبات على الصبر. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، أي من عزائم الأمور، أن يكون الإنسان صابرا في مثل هذه القضايا.
إذا ابتلي في نفسه، ابتلي في ماله. ما وجه الصبر؟ أصبر على ماذا؟ أصبر على ماذا؟ أسمع كل يوم الآن أن الإسلام دين إرهاب، وأن الإسلام دين يأمر مثلا بقطع الرؤوس، وأن الإسلام دين ظلم المرأة، وأن الإسلام دين ليس فيه بعد، وأن قوانين الإسلام فيه وحشية من قطع يد السارق وقتل من قتل. هل هذا المقصود به؟ لتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كل ذلك داخل. وبالتالي قضية ما المطلوب في هذه الحالة هو أنك تصبر أولا على الثبات على الحق، ثم على معاني الإسلام، معاني الإسلام كما أنزلها الله، ولا يكن في صدرك حرج منه. لا تحاول تبدل في دين الله أي تبديل، أي محاولات للتقارب، أي تبسيط، أي تحريف، تحرف بعض الآيات. ليس المقصود وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنت ليست مهمتك الآن محاولات تحسين صورة الإسلام بالشكل الذي يريدون، لا هذه خطأ. هذا الذي أنا عنه. كثير من الضعاف يأتي ويذهب إلى آية مثلا آية ولكم في القصاص حياة، نعم، يبدأ يتكلم فيها بكلام يتوافق مع الكفار وأهل الكتاب. آية الحجاب مثلا، نعم، مرة بهذه المناسبة نعم كان في مجموعة من القيادات، يعني أذكر منهم الراحل أحمد ناصر رحمه الله، ومن القيادات الحية أذكر مسفن حقوس اللي هو كان وزير الدفاع السابق. فكنا سبحان الله في لقاء في الخرطوم، ودائما الجماعة كل ما نلتقي يحاولوا كده يثيروا معي قضايا، مثل أنا قبل كده ذكرت موضوع الحنوم يعني. نعم. فكان بالقرب مني قائد من المسلمين، قيادات تاريخية، ومسفن حقوس، قال لي حسن يا أخي هل تروننا كفار؟ فقبل أن السؤال موجه لي، هذا بشأن الثبات والوضوح الرؤية عشان أقول لك. نعم. قالوا لا ما كفار، أنتم ما نقول عنكم كفار. قلت له يا أخي هذا مسفن، إذا كان السؤال موجه لي خليني أفصل. كل من لم يؤمن برسالة الإسلام ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عندنا نحن كافر، نصنفه إيه؟ كافر. مثل أيضا المسيحي أو أهل الكتاب يروني أنا الذي لا أؤمن مثلا بما يؤمنون به، يرونني أيضا إيه؟ كافر إلى هنا. لكن قلت نحن نفرق بين الكافر الذي له كتاب والكافر الذي ليس له كتاب. فالكافر الذي له كتاب نسميه أهل الكتاب، والكافر الذي ليس له كتاب قد يكون وثنيا، قد يكون مشركا، قد يكون صابيا إلى غير ذلك. هؤلاء أهل الكتاب حقوقهم عندنا أكثر من أولئك. يا سلام. فهؤلاء نؤكلهم، نأكل ذبيحتهم، ونتزوج منهم ونحسن إليهم، ويمكن أن نتعايش معهم في كيان واحد لكونهم أهل كتاب. لاحظ. فكون أنا حتى لا نخدع بعضنا، قلت لي يا أخي قضية أنت تراني كافر أنا أراك كافر، هذه قضية عقدية، يعني ما خاضع لإيه؟ للحسابات بتاعت المجاملات. لكن في اعتبارات أخرى، كون هذا والله أهل كتاب عندي أقرب من الذي إيه؟ ليس من أهل الكتاب. فهذه مهمة جدا، الثبات على الصورة الصحيحة للإسلام. يا سلام. لأنه أي محاولة، وإن تصبر هنا اصبر واثبت، هذا الإشكال، فاستمسك بالذي وهذا يدل الشيخ برهان على أن الذي يحاول أن يحرف في حرج وشاعر بأن والله هذا الدين بالنسبة له متعب. نعم. نحن ليس فيبدأ يلف ويدور ويبدأ يأتي بالنصوص. أنت تحمل رسالة الله، أنت تحمل أعظم كتاب، أنت تحمل آخر كتاب للبشرية، أنت تحمل كلمة الله. باختصار ليش تخاف؟ ثم المحاسبة ليست عند هؤلاء، محاسبتك أنت قدام، مش كده؟ أنت ستحاسب عند الله سبحانه وتعالى، هل هذا الذي تقوله حق أم باطل؟ وإياك والقول على الله بلا علم، أعظم من الشرك بالله وأن تقول على الله ما لا تعلم. صحيح. جميل هذا المثال يا شيخ حسن، وهذا مثال واقعي فعلا. الذي كان بجوارك أراد أن يعني وما أصابه هو من الضعف يعني. أيوة. قال له لا أنتم لستم كفار، أنتم أهل كتاب. أي نعم. شايف كيف فيه تلبيس؟ نعم. إبليس. نعم. فيه تلبيس إبليس حقيقة. نعم. صحيح. وهذا عدم الصبر على الحق.
يعني الله تبارك وتعالى لما قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. صحيح، واضح. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالث ثلاثة. كلام واضح، لماذا نخفيه ونلف وندور؟ لأنه سبحان الله لن يستطيع هذا الذي أنت تخاطبه أن يعيد النظر فيما هو فيه إلا إذا عرف حقيقته. نعم. فالذي إذا قلت له أنت لست كافر معناها الأمور طيبة. نعم، عيسى بدين وموسى بدين. أيوة، يقول لك كما يقال، وهذا موجود حتى في بعض زملائنا يقولون لك نعم. يا أخي لا تقل للغرب كفار، وإنما قل غير المسلمين. أي غير المسلمين، هذه ألطف يقول لك. أيوة. يا جماعة كفار، نعم. ويجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام، ويجب علينا أن ندعوهم إلى الله. صحيح. نعم. صحيح. لفظ كافر. ولذلك سبحان الله يا شيخ برهان، المرحلة المكية أو ما نسميه بالقرآن المكي حازم وفاصل في هذه المسألة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. مصيبة، مشكلة كبيرة. من الأشياء العجيبة أيضا امرأة متبرجة مسلمة تلبس البنطال وليس على شعرها شيئا من الحجاب، كامل المكياج. فإذا تحدثت مع بعض الزملاء أو بعض الأخوات تقول لك فلانة سبور. ما معنى سبور؟ أي أنها غير متحجبة. نعم. تقول لماذا تقولين سبور؟ قولي متبرجة، قولي سافرة، قولي أنها عاصية لله عز وجل. نعم. كلمة سبور في تلطيف، مثل مشروبات روحية. بالضبط، يسمونها بغير أسمائها. نعم. وهذه كثيرة جدا شيخنا، يسمونها الآن فخ المصطلحات. أنت يجروك إلى مصطلح مش حقيقي. فالزنا سميه زنا، ليست سبورت بمعنى رياضي أبدا. الخمر سميها خمر. نعم. التبرج سميه تبرج. صحيح. السفور سميه سفور، حتى يعرف صاحب كل نعم. هذا الوصف الشرعي له. لكن عندما نحاول أن نلبس المصطلحات بطبيعة الحال هذه فيها إشكالات كبيرة جدا. الله المستعان. لذلك لما أنت يعني تقول كلمة الحق نعم ستؤذى، فيلزمك هنا إذن الصبر. كأن الآية يلزمك الصبر. نعم. نعم. وهو من عزائم الأمة الصبر والتقوى. في نفس الوقت عليك أن تتقي الله، فلا تحرف بكتاب الله. نعم. ولا تخرج أيضا تكون غاليا. نعم. لا إفراط ولا تفريط. أيوة. فتقول للنصارى يستحقون ضرب الأعناق وقتل النفس وتفجر وكذا. نعم. فهذا أيضا والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. فهنا ميزان التقوى يعني وإن تصبروا على أذاهم وتتقوا في أذاهم فإن ذلك من عزم الأمور. كلام جميل ومرتب. أعتقد نحن نحتاج أننا نكرر هذه الآية كل نفس ذائقة الموت والتي بعدها كثيرا، فإنها رسالة لعموم البشرية. بعدها بكذا آيات بدأ ربنا عز وجل يقوي فينا الإيمان، فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. نعوذ بالله. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هذا المقطع الجميل والسياق القرآني الرائع يقصد من يعلم من رب العزة والجلال بعد أن تكلم عن اليهود ووضحهم فضحهم وحذر من العلماء وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا تبينونه للناس ولا تكتمونه، وحذر من الموت وأنه قادم على الجميع الكافر والمسلم الكتابي وغيره. هنا قال إن في خلق السماوات والأرض ثم ذكر الإيمان. ماذا تقول في هذا الكلام؟ الله يسلمك. أولا سبحان الله كنت أتأمل مباشرة بعد قوله لتبلون والتوصية بالصبر والتقوى،
إيش إنه والله مباشرة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه. لاحظ دائما ينقلك إلى من سبق ويعطيك الجرعة، ثم يبين لك علل التدين عند السابقين. من أين أوتي أهل الكتاب؟ أنت أوتيت الآن الكتاب، معك القرآن، مش كده؟ أولئك أوتوا الكتاب وكان الأخذ الميثاق علينا وعليهم، خذوا الكتاب بقوة. نعم. من أين أوتي هؤلاء؟ أوتوا من قضية بيع الدين بالدنيا. نعم. لاحظ، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وإياكم يا ملة الإسلام، يا أهل الإسلام، أن تفكروا في هذا النوع من الشراء. وما أكثر هذه الظواهر والعياذ بالله. تجد بعض الناس اليوم تحولوا إلى أدوات أمام الطغاة، سلاطة ألسنتهم، معرفتهم بالنصوص ظاهرا، فهم عرفوا أحكام الله ولم يعرفوا الله عز وجل حق معرفته، فأدى بهم إلى أن يبررون كل ما يمكن أن تحتاجه السلطات الظالمة. واليوم للأسف الشديد مراكز ومؤسسات وقنوات تعمل كلها في محاولة إرضاء الحكام، إرضاء الحكام وإغضاب رب الحكام، وإغضاب رب الحكام. هذه أخطر آية. بالله. هذه الآية مباشرة دخلنا بعد ذلك إلى آية مهمة جدا قبل إن في خلق السماوات والأرض، وهي ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء الله قدير. على كل شيء قدير. لاحظ هذه، بعد هذا الذي حدث، القتال، الجهاد، المفاصلة، لا بد أن تكون هنالك عقيدة راسخة عند المسلمين، وهو أن كل ما في هذا الكون ملك لله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا جميعا على لن يمنحوك شيئا ولم يمنعوك شيئا، نعم. كتبه الله لك. يجب هذه المسألة، وأن توقن بأن الله قادر على كل شيء. يا سلام. اليقين بملك الله واليقين بقدرة الله. فإن كنت تشك فتعال إلى السماوات السبع والأراضين. لاحظ شوف مباشرة. نعم. كأنما بعدك إذا أردت أن تقوي صورة ملك الله عز وجل وأردت أن تعرف قدرة الله فانتقل إلى ملكوته وخلقه. نعم. إن في خلق السماوات والأرض. هذه الآيات المتسلسلة يا شيخ برهان تحدثت عن التفكر، وتحدثت عن التذكر والذكر، وتحدثت عن الدعاء، أو يمكن أن نقول بأنها اشتملت على الدعاء وعلى الفكر. التفكر في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. جميل. الذين يذكرون الله. لاحظ الآن إن انتقلت من تفكر في ملكوت الله. اليوم سبحان الله أدى بك إلى الإيمان، أتيحت لنا، أدى بك إلى الذكر. أتيحت لنا اليوم في واقعنا المعاصر من خلال الاكتشافات ما يمكن أن تستبصر فيه في ملكوت الله عز وجل. لتنظر مثلا المسافات ما بين المجرات وحجم المجرات وعمر المجرات وكيف تدور، والمسافة بين كوكب وكوكب. هذا الذي يجعل الإنسان يتفكر في قدرة الله وفي ملك الله سبحانه وتعالى، ثم يربط هذا التفكر حتى لا يتحول إلى فيلسوف. الفلاسفة يعيشون حالة من التوهان الفكري والنظري. الله عز وجل لا يريدنا هكذا، يريد أن ننتقل مباشرة من دوائر التصورات والأفكار إلى دوائر الذكر واستحضار ذكر الله سبحانه وتعالى والخروج عن الغفلة. الذكر هو خروج عن إيه؟ أنك أنت ذاكر لله، معناه مستحضر، حاضر القلب، مستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، تلهج بذكر الله. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا. ولاحظ هنا سبحان الله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات. طيب إذن هذه آيات مربوطة بذكر الله، مربوطة بالتفكر. الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لأنه اليوم شوف هذه العبارة تخرجنا من دائرة المادية المحضة التي وصلت إليها البشرية. الملحدون اليوم يكتشفون اكتشافات هائلة جدا ويصلون إلى حقائق لا يعرفها حتى كثير من المسلمين، ومع ذلك لا يقولون ربنا ما خلقت هذا الباطل. فهم جردوا هذا الخلق من المعنى. نعم. كأنما والله كل هذا الخلق وما من آية في السماوات والأرض يمرون عليها إلا وهم عنها غافلون معرضون. نعم. وعنها معرضون. فهو معرض عن الآيات ولا يريد أن يسأل سؤال المعنى إنه والله لما كان هذا الأمر.
الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تعالى الله الملك الحق، هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك المؤمن هذا التفكر وهذا التذكر يؤدي به إلى نتيجة: ربنا ما خلقت هذا باطلا. ينزه الله سبحانه وتعالى: سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار. لاحظ الآن بعد أن ذكر عذاب النار مباشرة بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يقيه عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أعظم خزي منافي للفلاح هو أن تدخل النار والعياذ بالله، بعد أن جاءتك الآيات وجاء الرسل وجاء الأنبياء يحدثونك وجاء الدعاة وجاء الصالحون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومع ذلك أنت سبحان الله لم تبالي. هنا طبعا الكلام هنا عن نموذج من المؤمنين. نعم. ونموذج المؤمنين نعم. رب العالمين يحكي عنهم فيقول: ربنا إنك من تدخل النار، ربنا إننا سمعنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. نعم. هذا نموذج نعم. رباني ينبغي أن يكون عليه المسلم. نعم. هكذا تعني الآيات، أو هي تتحدث عن فئة بالفعل قالت هذا الكلام؟ هي حتى لو فئة، لكن الأصل أن هذا النموذج متكرر. أي يعني حتى لو قلنا أنه يتناول نموذج معين، لكن يريد أن يقول لك هذه السورة بكاملها، هذه التبعات التي فيها، الجهاد الذي فيها، الثبات الذي فيها، قضايا الحق التي فيها، لا يمكن أن تعان عليها إلا هكذا، إلا بهذه الصورة. يعني أنتم يا أهل الإيمان وما مررتم بغزوة أحد، نعم، وحصل لكم ما حصل لكم نعم، من الهزيمة والضعف، هو نتيجة ضعف الإيمان، فينبغي عليكم أن تقووه بأمرين: أولا بالتفكر، ثانيا بالتضرع بين يدي الله بالدعاء. أحسنت. هكذا. دعاء الذكر ودعاء المسألة. لاحظ هي اشتملت الآن. نعم. قال يذكرون الله قياما، تسبيح وتهليل وكذا، هذا دعاء الذكر. وهذا أيضا قياما وقعودا وعلى جنوبهم، على كل حال، معناته على كل الأحوال. على كل الأحوال هم ذاكرين لله. الإنسان لا يخلو أن يكون إما قائما أو قاعدا أو مضطجع، ما في حال. هي حالاتك إذا مريض ومنتهي معناته في كل أحوالك، في كل الأحوال. إيه؟ في كل، حتى لو كنت مريضا. نعم. أنت في كل أحوال أنت. فقضية دعاء الذكر سبحان الله لا بد أن يشغل الإنسان به النفس، ومع ذلك جاء أيضا بدعاء المسألة. هذا الذي يثبتك في المعارك، هذا الذي يثبتك، هذا الذي يثبتك عند الابتلاء. لتبلون التي كانت قبل التي قليل، ذكرت من قبل. نعم. أي نعم. أي نعم. ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب. إذا تريد أن تكون قويا فتأتي بالصبر، فالذي يثبتك هو هذا، هو التفكر. كأن الله يقول هذا الكلام. هو نعم هكذا. هو التفكر، هو التذكر، هو الدعاء، هو اللجوء، هو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن يرى الله منك حاجتك إليه. هذه كلها داخلة معك. طيب، أنا آمنت بالله وتفكرت بمخلوقات الله ولهج لساني بذكر الله، سيأتيني هل الله يستجيب مني؟ هل الله يستجيب؟ نعم. فكأن جاي سؤال هكذا: كيف وضعي مع الدعاء؟ نعم. فجاء قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم. يعني كأن الآيات تمشي مع ذهن الإنسان. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا. هنا لاحظ شيخ حسن ابتلاءات عجيبة مرت بها الأمة الإسلامية حتى في زماننا هذا. فالذين هاجروا، كثير من الناس يهاجرون اليوم. وأخرجوا من ديارهم، تركوا مصر وتركوا سوريا وتركوا بلدان وتركوا إريتريا وتركوا من ديارهم، وأوذوا في سبيلي لأنهم قالوا ربنا الله وقالوا كلمة الحق، وقاتلوا في كل المعارك في أفغانستان وفي غيرها، وقتلوا. ما هو النتيجة؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. تعليقكم؟ هنا سبحان الله، يعني هو مع ما ذكرت من تعليق أن التساؤل حول هل سيستجيب الله لنا. الموضوع الآيات الأخيرة خطيرة شيخ برهان.
كأنما الله سبحانه وتعالى يقول لنا والله لو كلكم دخلتم المساجد وكلكم ملأتم الزوايا وبدأتم تسبحون وتذكرون تقولوا اللهم أهلك الظالمين بالظالمين كذا، ما يكفي. ما لا ينفع ذلك إلا هذه القضايا: هجرة، جهاد، مدافعة، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، مقارعة الباطل. هؤلاء الذين أنا أستجيب لهم. الله. فكأنما يقول لك أنت الله. ذكرك وشكرك وتفكرك إذا أردت أن تكون وارثا. 50 سنة لنا الآن في مكة نقول يا رب يعني حرر المسجد الأقصى. كيف يتحرر؟ ما تحرر. أي 50 سنة. هذه الآية شيخ ما تحرر. هذه هي. الله عز وجل يقول لك أريد منك دعاء وذكرا وتفكرا مرتبط بالميدان، مرتبط بالعمل، مرتبط بالعمل. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. نعم. أنت تقارع. يعني اليوم عندما يقوم إخواننا في غزة يقرؤون القرآن، يتدبرون ويتلون ويذكرون الله ويتضرعون وكذا وهم يجاهدون، تصور لو أن الأمة التحمت معهم بنفس الطريقة. يا سلام. يا سلام. نعم. والله يا شيخ برهان ربما لن تأخذ معنا سنوات أصلا قضية المسجد. خلينا نخرج قليلا يا شيخ حسن، ما دمت ذكرت غزة وفلسطين والأقصى، المسجد الأقصى. اليوم قرأنا بيان على الأمة الإسلامية حول المسجد الأقصى. لأول مرة منذ 1967 يغلق المسجد الأقصى عن الخطب المنبرية يوم الجمعة وعن صلاة التراويح بل الصلوات الخمس، مغلق تماما. أغلقه هؤلاء الصهاينة. يعني ما سبب ذلك؟ لماذا الصهاينة في ظل هذه الظروف وهم يضربون من إيران ويدمرون، وكذلك يعني صمود أهل غزة وفلسطين في المقاومة والجهاد في سبيل الله، يأتي هؤلاء يفعلون هذه الأفعال؟ ما الذي ينمون إليه؟ طبعا هذه يا شيخ برهان تبين لنا طبيعة المعركة. بالنسبة لهم المعركة هي المسجد الأقصى، معركة هو بيت المقدس. لاحظ سبحان ما الذي يضيرهم لو أن والله هذا المسجد فتح وظل يعمل. لا بد أن يثبتوا سيادتهم ويثبتوا أنهم هم الذين يتحكمون في هذا المسجد، وأن سلطان المسلمين عليه لا يسوى شيء، وأن كل الدول العربية والإسلامية لا تستطيع أن تؤثر على هذا الموضوع. مع أن يعني ما كأنهم يقول ما زلنا أقوياء، ما زلنا حتى أقوياء. مع هذه الضربات نحن نمنع، نحن الذين نقول. ثم أيضا ذاهبون في اتجاه خطوة أخرى، هم سيذهبون في اتجاه التحكم الشامل، بحيث السيادة في هذا المسجد تنتقل من المسلمين، اللي هي إلى الآن نظريا، طبعا أنت تعرف إلى الآن نظريا يفترض تكون تابعة إلى المملكة الأردنية هاشمية. يعني الله المستعان. أمور وكذا. طيب الله المستعان. إذا كان والله يا أخي هذه الدولة التي تحت ولايتها هذا المسجد يفترض مش قادرة تعمل شيء، تدعو بقية دول المسلمين وتطرح الأمر إليه، يفترض هذا اللي صحيح يكون. نعم صحيح. طيب إذن كلام جميل يا شيخ حسن لما يقول رب العالمين ويشير إلى قضية الهجرة، فالذين هاجروا أي نعم وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي. نعم وأوذوا في سبيلي بكل أنواع وقاتلوا وقتلوا. يا سلام. سبحان الله. لأكفرن. هذا هو. هذه هي المواصفات. يعني تلك مواصفات نظرية إعدادية تربوية إيمانية، وهذه أشياء عملية ميدانية سلوكية. لابد آمنوا وعملوا الصالحات حتى. وهنا أيضا قال ثوابا من عند الله والله عنده حسن لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. مش كده؟ صحيح ستأتي. بس أنا أريد أنك تعلق على ثوابا من عند الله. ثوابا من عند الله. كأنه هنا أيضا ملحظ أنكم مهما أنتم قتلتم في سبيل الله وماذا فعلتم وابتليتم، هذا لا يعني أنكم تستحقون الجنة وتستحقون، وإنما هذه بعض الأعمال تقربكم إلى رحمة الله. وما يأتيكم من تكفير الذنوب هو ثواب وكأنه جائزة من عند الله. هل هذا الفهم صحيح يا شيخ حسن؟ نعم ثوابا من عند الله. هو كل أعمالنا سبحان الله يا شيخ برهان لا تعدل ربما يوما واحدا في جنة الله سبحانه وتعالى. يعني لو لما تجعلها على سبيل المكافأة وعلى سبيل التملك، إن أنت والله بأعمالك هذه كأنما تنال هذه سببية، أن الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال ينقلنا إلى رحمته، وبرحمته يدخلنا الله سبحانه وتعالى جنته.
تارة يقول سلام عليكم بما صبرتم، نعم. تارة يقول بما عملتم، مم. وهنا يقول ثوابا من عند الله. نعم. فخلاصة ذلك كأن الأعمال تكون سببا لرحمة الله نعم. التي تؤدي بك إلى ثواب ثواب جنة الله سبحانه وتعالى. نعم. وبعد كم آية قال لكن الذين اتقوا ربهم نعم. لهم جنات تجري من تحت، يعني عاد نعم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم. نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. مع أن الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله وقاتلوا كل هؤلاء من الأبرار. نعم. ذكرهم هناك بأعمالهم، نعم. وهنا ذكرهم بأنهم كلهم من الأبرار. كلهم من الأبرار. أليس كذلك؟ نعم. علق. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات، مش كده؟ تحت، نعم، جنات تجري من تحتها الأنهار أيه. خالدين فيها نزلا من عند الله، والنزل هو ما يقدم كذا. نعم. وما عند الله خير للأبرار. نعم. هنا طبعا الآيات اللي قبلها لو وقفت عليها سنعود إليها. نعم. لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ورودها هنا سبحان الله أيه. كأنه يعني يحدث استشكال. أيوه. طيب نحن يا رب آمنا بك، أيوه. وهاجرنا من أجلك وأخرجنا من ديارنا وقتل من قتل منا يعني وحصل جهاد وقاتلنا أيضا، لكن لا يزال الكفار هم المسيطرون. نعم. ولا تزال القيادة والسلطة لهم، وهم الذين وقوا. كأن يرد هذا السؤال، أليس كذلك؟ نعم. أيوه. فجاءت الآية لا يغرنك تقلب الذين، يعني طبعا هنا الآيات إن والله طبيعة التمكين من حيث المطلوبات الإيمانية والمطلوبات العملية، لكن مع ذلك ستبقى هنالك نتوءات كما يقول، أو سيبقى هنالك مساحات من الزمن سيكون الغلبة فيها والتمكين فيها والعلو فيها للكافرين. على المؤمن في هذه اللحظة التي يكون فيها الغلبة لأولئك أن لا يؤدي ذلك بالتأثير الإيماني عليه. يعني يمكن أن يحصل لك هزيمة جسدية، قد تؤسر، قد تقتل، قد تضرب، هذا كله يحصل، لكن أهم شيء الذي لا يستطيعه الكافر هو أن يؤثر على قلبك. نعم. وأن يدخل عليه ليغير معادلات أو طبيعة التصورات عندك. فالله سبحانه وتعالى يقول لك لا تغرنكم هذه كلها حياة دنيوية، حياة زائلة، فترات محدودة، وربما يحدث ذلك ليتعرف الناس على جمال هذا الدين المغيب أو هذا الدين الغائب الذي لم يحكم في فترة من فترات، فيتعرف الناس من خلال غياب حضارة الحق ما الذي فعلته حضارة الباطل. سبحان الله. أي فيقول لك لا يغرنكم تقلب الذين كفروا متاع قليل. وأكبر دليل اليوم جزيرة أبستين، رأينا ذلك كيف أنه مع أن الناس فتنت فترة من فترات، فتنت بهذه الحضارة وظنتها بأن منتهى، حتى أنه كتب كاتبهم ليقول نهاية التاريخ، يعني خلاص البشرية وصلت إلى نضجها والبشرية وصلت إلى منتهى، لا مجال لأن تبدع أكثر مما وصل إليه النظام الليبرالي الديمقراطي الرأسمالي. الله عز وجل متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس. ثم لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. هنا طبعا حديث سبحان الله تكرار مرة أخرى وتذكير مرة أخرى، مثل سبحان الله في سورة البقرة لو تلاحظ في نهايات السورة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعدة مرات جاءت الآن إن تتقوا وتصبروا. هنا أيضا قال لكن الذين اتقوا، يعني بعد ما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لكن الذين اتقوا لهم جنات. يعني هو ذكر مصير هؤلاء المجرمين مصيرهم إلى جهنم. فيرد السؤال طيب والذين اتقوا؟ أيوة مصيرهم إلى جهنم. مصير الذين اتقوا حتى في ظل علو الكفار. لاحظ هنا شيخ برهان، يعني عندنا حالتين، عندنا حالة علو أهل الإيمان ودولتهم، وعندنا حالة علو أهل الكفر ودولتهم. في حالة علو أهل الكفر ودولتهم أنت مطالب بقضية مهمة جدا، أن تبقى على التقوى. يا سلام. أن تبقى على التقوى، يعني لا تقول لي والله أنا مش قادر أقيم دولة الإسلام وبالتالي أنا أتلاشى وأذوب في الحل. لا، أنت في كل الأحوال مشروع مقاومة، مشروع مجاهدة، مشروع حق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. وأنتم في كل الأحوال حتى
حديث مبل 15 اسلاماوي سنة سرعات أبو هريرة رضي الله عنه لأخنا الله صلى الله عليه وسلم كم زي إلهم يبلو بألهن بمجرشا معالتن زأمن صبوق يزارب ويكأ سق يبل بألهن بمجرشا معالتن زأمن نقر بيتو يخبر بألهن بمجرشا معالتن زأمن قاشو. قبل ما يجينا نحن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أول بين إنه كل هذا النقد وكل هذا في سبيل ماذا؟ هل هو من أجل التشويه، من أجل التشهير، من أجل الإبطال، من أجل خفض الجناح؟ هل هي انتصارات قومية؟ لا. يريد أن يقول لك والله أهل الكتاب هؤلاء لو أنهم اهتدوا ومنهم من اهتدى يكون جمع بين أمرين، بين الإيمان بالسابقين اللي هو من عيسى وموسى، وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي له إيه؟ له أجر الإيمان بالرسالة. يا سلام. فهذه النافذة التي فتحت، لاحظ الآن، لأهل الكتاب كأنه يقول لأهل الكتاب في زمان عودوا إلى دوما أيوة استمرار. كونوا أمثال هؤلاء، كونوا أمثال هؤلاء الذين لكم نعم. قدوة. نعم. لكم قدوة في أن هؤلاء استعلوا على كبريائهم، استعلوا على مصالحهم، استعلوا على أعرافهم وتقاليدهم، استعلوا على حظوظهم الشخصية. هنالك كثير من المؤسسات الدينية تتحول إلى منظومات مصالح. الله عز وجل كل هؤلاء تخلوا عنه واتصلوا بإيه؟ بالحق الذي نزل من الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بما أنزل إليهم وآمنوا بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. يستعتب قلوبهم. وإن نعم. من أهل الكتاب لما يؤمن بالله وما أنزل إليكم. نعم. وما أنزل إليهم وهو القرآن الكريم. نعم. وما أنزل إليهم. نعم. توراة والإنجيل. نعم. خاشعين لله لا يشترون بآيات، هذه المهم. ثمنا قليلا. نعم. نعم. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومثل هؤلاء يا شيخ حسن، هل وجد في هذه الأمة في هذا التاريخ، هل وجد من أهل الكتاب من اطلع على كتاب الله عز وجل فآمن وقرأ ودمعت عيناه وأصبح داعية في سبيل الله ونادى قومه وأسلم على يديه خلق كثير؟ ما شاء الله هذا الدين يا شيخنا في كل مرحلة من مراحل التاريخ هذا الصنف موجود الحمد لله. بدءا من عبد الله بن سلام وانت جاي إلى واقعنا المعاصر. نعم. كم من الفلاسفة الغربيين الذين اطلعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا ما فيه من عظمة. اليوم صاروا سبحان الله مراجع، كثير من المسلمين يعودون إلى كتاباتهم لأنهم صاروا أعرف بواقع الإسلام وأحكام الإسلام، وأعرف بواقع قومهم وواقع جاهليتهم التي كانوا فيها. فكثير من الفرنسيين وكثير من الألمان وكثير من وهذا القرآن نعم مليء بالأدب، نعم مليء بالعلو، رغم أنهم قالوا على الله عز وجل كلام عجيب. نعم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. نعم. ما ترى الرد سب وشتم ولعن، ما ترى أبدا. نعم. هناك أقصى ما قاله رب العالمين سنكتب ما قالوا. نعم. وقتلهم. لماذا؟ يبدو لي لأن هناك من سيكون منه مؤمنا. أحسنت. ولذلك نجد بعض مشايخنا يقول لك لا تدعو على جميع النصارى، لا تدعو على جميع النصارى بالشر. نعم. وإنما قل اللهم أهلك النصارى الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. نعم يصفونهم هكذا. نعم. المعتدين الغاصبين. أما النصراني المسالم فالأولى الدعاء له بالهداية. صحيح. نعم. عسى الله أن يهديه. أحسنت. إلى الحق. نعم. إن كثيرا من النصارى ليسوا معاديين للإسلام. نعم. وليسوا هم أيضا ربما يكون عندهم جهلهم لعدم معرفتهم للتشويش الموجود في الساحة يا شيخ حسن. صحيح. الإسلام أنه دين إرهابي، خصوصا عامة الناس الذين لا مصلحة لهم إلا البحث عن الحقيقة. هؤلاء محتاجين فعلا. ونحن أنا في تقديري في حالتنا بالذات حتى نكون أقرب إلى الحالة الإريترية، أحيانا سبحان الله الصراع السياسي يؤجج العصبية. صحيح. فيغيب حقائق الدين. نعم. حصل مع الأسف. فأنت نتيجة الصراع بين السلطة وهذا النصراني يرى السلطة تعبر عنه والمسلم يرى السلطة لا تعبر عنه، فتختلط الحالة. حصل. فيشوش الإنسان الذي ما يتصور إنه الآن أنت والله قصة الدين الذي بعث الله به رسوله هو مطالب به ومخاطب به، هو بيرى أنك بتصارعه في سلطة قائمة. ودي كانت النقطة الحساسة جدا مع نبي الله يوسف عليه السلام. هو من جهة يريد يحرر قومه،
ومن جهة يريد أن يهدي أولئك الناس. لاحظ سبحان الله. فيشوف المعادلة كيف. فهم كانوا يتهمونه بماذا؟ يريدون أن يخرجوكم من أرضكم يكون لكم الكبرياء ويورثون هذه الإشكالية التي يسمونها صراع السلطة والثروة يعني. هذه واحدة من المشوشات طبعا في مشروع الهداية. ولذلك أنا في تقدير الناس محتاجة إلى ما يمكن أن أسميه بالهدوء النفسي والعقلي في مخاطبة الآخر. نعم. يعني خصوصا الدعاة الذين يتصدرون إلى الدعوة وكذا لا بد أن يكون في هدوء نفسي وهدوء عقلي عند مخاطبة. الشيخ الدكتور محمد السلوم أحييه من هذا المنبر دائما يذكر العالم الكبير هوفمان، مراد هوفمان. أنا من قبيل أفتش مراد هوفمان. نعم. هذا الرجل شوف هذا القامة. أي. رجل كان سفير ألمانيا ورجل كان في الناتو في سكرتارية الناتو 40 سنة وهو في النهاية يعمل لهذا الدين. اليوم كتاباته يا شيخ برهان سبحان الله لما كتب كتابه مثل الإسلام كبديل، هو مدرك تماما ويقول بأن البشرية ستتجه إلى هذا الدين. فأمثال هؤلاء وأمثال رجاء جارودي مثلا من الشخصيات أيضا وكثيرين جدا الذين دخلوا في هذا الدين وصاروا قامات كما تفضلت يعني. صحيح. فالله المستعان. والله ما تشبع من قراءة كتاب الله عز وجل وأنت تستحضر كل هذه الآيات. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ختمت سورة آل عمران بهذه الآية العظيمة. هذا الختام العظيم سبحان الله يلخص كل المسيرة التي كنا فيها، يعني مسيرة الثبات على حقائق الدين المتطلب التي يعني يتطلب فيها التقوى. يعني أنت الآن عرفت الله وعرفت رسول الله وعرفت رسالة الإسلام وعرفت الحلال وعرفت الحرام وعرفت ما هو العدوان وعرفت كيف تنتهك الحقوق. كل هذه أنت استطعت من سورة البقرة إلى سورة آل عمران اتضحت لك. النداء الآن لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا اصبروا على هذه الأمور، لأن الدين يتطلب ذلك، يتطلب الثبات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه سيأتي على أمته أناس الممسك على دينه كالقابض على الجبر. لماذا؟ قال لأنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق أعوانا. في فترة من الفترات يكون الداعي إلى الله عز وجل أو المجموعة المؤمنة التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا تجد من يعينها. صحيح. فالسلطات ضدها والشعب ضدها والناس كلها ضدها. فهذا المتمثل اصبروا وصابروا ورابطوا. لاحظ هذه المفردات التي تتتابع وتتتالى لتؤكد معنى المجاهدة والاستمساك الكبير جدا بحقائق الدين من خلال التقوى، من خلال الصبر، ومن خلال المرابطة، أي ملازمة ما أنتم فيه من الحق، وألا تفتحوا الثقور على هذا الدين. من كان مرابطا في ساحة الجهاد فليرابط هناك، ومن كان مرابطا في ساحة العلم فليرابط هناك، ومن كان مرابط في ساحة الإعلام فليرابط هناك، ومن كان مرابط في ساحة العمل السياسي والدبلوماسي والحقوقي ومقارعة هؤلاء أيضا في المنظمات فليكون رباطه هناك، ومن كان من أهل العلم أيضا قد هيأ نفسه للفتوى والقول إلى أن يبين حقائق الدين فليرابط. المهم ساحة المرابطة خاصة في زماننا هذا، ساحة المرابطة ساحة واسعة جدا يمكن لكل إنسان أن يكون إن شاء الله داخل في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. يا سلام. فإن كنت في ساحة إعلام أو سياسة أو اقتصاد أنت على ثقل من الثقور، يجب أن لا يؤتى المسلمون من هذا الباب الذي أنا. وعليك أن تموت على هذا سواء انتصرت أو لم تنتصر. قال واتقوا الله، اصبروا وصابروا ورابطوا. ليش اتقوا الله جاءت متأخرة؟ أحيانا شيخ برهان المصابرة والمرابطة والمجاهدة قد يكون فيها شيء من التجاوز. فجاءت التقوى لتضبط. أحيانا كما يقولون رائحة البارود لها وقع في النفس. يعني أحيانا يشعر الإنسان بالقوة والجبروت، ويشعر بالإنسان بأنه والله استطاع أن يملك واستطاع أن يحكم فالله عز وجل يذكرك في قمة المرابطة وقمة المصابرة وقمة الجهاد وقمة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف يجب أن تلزم التقوى. والتقوى هو التزام الحدود والحقوق. سبحان الله. قال لعلكم تفلحون. طبعا
الغايات، وأنا أكتب في هذه الفترة عن غايات القرآنية، سبحان الله تتسلسل، كل غاية تمسك بتلابيب الأخرى. فغاية التعبد تمسك بها غاية التقوى، غاية التقوى تمسك بها غاية الشكر، غاية الشكر تمسك بها غاية الفلاح والرحمة، وهكذا، وغاية الرضوان. فتجد سبحان الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لعلكم تشكرون، يا أيها اتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذه كلها سلسلة من الغايات التي تمسك بتلابيب بعضها حتى تصل بنا إن شاء الله إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله وتبارك الله، ما نقول إلا الحمد لله. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. خلاصة مقصد السورة مشاهدينا الكرام، عشنا تقريبا 3 أيام أو أكثر أو أقل في بيان مقاصد سورة آل عمران. أول هذا المقصد ترسيخ العقيدة الصحيحة ومجادلة أهل الكتاب بالحجة وتربية الأمة الإسلامية على الثبات والوحدة والطاعة مع العبرة من أحداث أحد لبناء مجتمع قوي. هذه هي مقصد سورة آل عمران. أسأل الله تعالى، أكرر أن أقول، أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الأبرار الذين نص الله عز وجل عنهم في هذه الآية. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصبر والمصابرة والمرابطة والقول بالحق ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، وأن لا نخشى في الله لومة لائم، وأن نبلغ دين الله عز وجل لكل أحد رئيسا ومرؤوسا، ونبين الحق ولكن أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة. امتدح الله عز وجل أهل الفضل فقال: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. مشاهدينا الكرام، الحقيقة الواحد لا يشبع من آيات الله تبارك وتعالى حينما يدرسها ويتعمق في ذكرها ويرى هذا الأدب العظيم الرفيع في صياغ القرآن الكريم وتعبيراته والسيناريو والحوار الذي يعلمك حقيقة الرقي. أنا يعني لا أريد أن أطيل عليكم حقيقة. أذكر في بعض المقاطع وأنا أشاهد تلك الفتاة الأردنية التي أقسمت على أنها تقرأ القرآن فترد عليه، فبدأت يعني تقرأ كتاب الله عز وجل حتى وصلت عند قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. فبدأت تنفجر بالبكاء. تأثرت بالأسلوب الأدبي وتواضع القرآن الكريم. لا أدري هل كلمة تواضع والإنصاف، خلينا نقول إنصاف القرآن الكريم مع أهل الكتاب، فبكت وأسلمت. وهي موجودة في اليوتيوب، تستطيعون أن تراجعونها. يعني انظروا إلى هذا القرآن الكريم وحكمته وذكره، فعلا هو منزل من عند الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم حسن إنصاتكم ومتابعتكم، كما أشكر فضيلة الشيخ سلمان على هذا البيان. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إلى سورة جديدة مع مقاصد الذكر الحكيم، سندخل في سورة النساء، وهي هذه السورة العظيمة التي تتحدث عن النساء. فتابعونا وكونوا معنا لنرى ماذا قال ربنا عز وجل عن النساء وعن الأبناء والبنات ومسألة قسمة المواريث، ولماذا تكرر ذكر أهل الكتاب أيضا في سورة النساء، ولماذا كرر سبحانه وتعالى قضية الأموال والتحذير من أكلها. كل ذلك تجدونه إن شاء الله في سورة النساء. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى للمجد تعلم، صناع المجد العلماء. اقرأ بسم الله الأكرم واسمع خير كلام وافهم، من يسعى